السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هقول لكم على معلومة مهمة جدا، هم معلومتين الاتنين اهم من بعض في اختبار الذكاء. دي نسخة اختبار ذكاء لولد عندي، تمام؟ نتيجة الاختبار الذكاء بتاعته طلع 83، والذكاء الغير لفظي طالع 90، والذكاء اللفظي طالع 73. شايفين السطر اللي تحت ده؟ الفرق بين المجال اللفظي والغير لفظي طالع دال. لو هنا طالع دال لازم انت كأخصائي نفسي تشك. يعني تشك يعني من المحتمل او بنسبة تقريبا فوق 60-70% ان الطفل ده عنده مشكلة او مشكلتين. هقول لكم ايه هي. يا اما يكون عنده اضطراب معالجة سمعية مركزية، يا اما عنده اضطراب ايرلين. اضطراب معالجة سمعية مركزية ده خاص بالسمع، مش مشكلة، مش مشكلة مش في الودن، يعني بيسمع كويس جدا بس عنده مشكلة في البروسيسنج، المعالجة اللي خاصة بالسمع في المخ. او عنده اضطراب ايرلين، يعني عنده مشكلة ان وظيفة العين بيشوف كويس جدا، ممكن يكون نظره 6/6 او مركب نضارة. يعني مش المشكلة في حدة البصر قد ما المشكلة الترجمة اللي بتترجمها العين عشان تدخل تتعالج في المخ كمعالجة، هنا فيها مشكلة. طب انا اعرف ازاي؟ او انا ابدا احول الطفل ان انا اقول لولي الامر يا اما يروح يعمل اضطراب معالجه سمعيه في المركز، اضطراب معالجه سمعيه مركزيه، يعمل ليه تقييم سواء كان التقييم ده او تقييم ايرلين. تمام. حاجه واحده، الذكاء الغير لفظي ده خاص بالجزء البصري. الذكاء الغير لفظي ده خاص بالجزء البصري. الذكاء اللفظي ده خاص بالجزء السمعي. هقول لكم ليه ايه هو ايه ده الاثنين دول اللي بتبين ان في الطفل عنده مشكله، في يا اما هيتعمل له تقييم ايرلين او تقييم اضطراب معالجه سمعيه مركزيه. يبقى الذكاء الغير لفظي ده خاص بالبصري، الذكاء اللفظي ده خاص بالجزء السمعي. طيب هنا الطفل طالع لي دال، فرق 17. انا مش مهم عندي الرقم ده قد ما مهم دي الكلمه دي بالظبط كده دال. طيب انا دلوقتي عندي ايه؟ الذكاء الغير لفظي. الذكاء هنا طالع لي اللفظي 73، اللفظي احنا قلنا اللي هو السمعي 73، والغير لفظي طالع لي 90، فطالع لي فرق 17. تمام. دال 17 دال. ده الطفل ده عنده مشكله في اضطراب المعالجه السمعيه المركزيه. لما بنيجي نكتب في التقرير بقى، نتنقل بقى الجنب التاني، ده التقرير اللي هيروح لولي الامر او هيروح ل ايا كان المكان اللي هيتعمل فيه معالجه. بس في تركيه هقول لكم عليها تاني. بنكتب من المفترض تحويل الطفل لعمل تقييم معالجه سمعيه مركزيه، بمعنى ان الطفل بيعاني من عدم قدره الدماغ على معالجه المعلومات السمعيه او بيفسرها بصوره خاطئه، وده فعلا اللي بيحصل لو كان شخص عنده اضطراب معالجه سمعيه مركزيه، وذلك ما سوف يوضحه التقييم. عندي هنا والدنيا تمام. نيجي بقى لحاجتين، لازم يكون عندي شروط. يعني ايه شروط؟ عشان احول الطفل ده يعمل تقييم معالجه سمعيه مركزيه او اضطراب ايرلين، تمام، في 3 شروط اساسيه. اول حاجه ان الاثنين، يعني سواء كان اضطراب ايرلين او تقييم معالجه سمعيه مركزيه، الاثنين درجه اختبار ذكائهم 80 في اعلى، والاثنين يكون الطفل عمر الطفل 6 سنين في اعلى، 6 في اعلى. تمام. والاختلاف ما بين بقى السمعي هو الاقل او البصري هو الاقل ما بين تقييم معالجه سمعيه مركزيه واضطراب ايرلين. دي اللي دي موجوده اصلا كده كده في الاختبار. بس انا الاساسي عندي بص، ولكن استوفى الطفل بعض من الشروط، وهي درجه اختبار الذكاء الكلي كانت اعلى من 80 اهي، لان هي جايه 83 كده، دي تمام. واني الذكاء اللفظي اللي هو السمعي 73، ادي الذكاء اللفظي 73 ما فيهوش مشكله. اقل من الذكاء الغير لفظي البصري 90، لان الذكاء الغير لفظي اهو 90 ده تمام. بفرق كام؟ 17 دال، ادي 17 دال. لكن الطفل عندي 5 سنين و4 شهور. الطفل اللي عامل الاختبار ده عنده 5 سنين و4 شهور، فهو اقل من عمر 6 سنين، اقل من عمر 6 سنين، فما ينفعش يروح يعمل تقييم معالجه سمعيه مركزيه. ولو حتى كان العكس ما بين اللفظي والغير لفظي، ان هو يعمل تقييم ايرلين، برضه مش هينفع يروح يعمل تقييم ايرلين لان هو اقل من 6 سنين. دي ال3 شروط الاساسيه، ان اختبار الذكاء الكلي 80 في اعلى، ان عمر الطفل اكبر من، لازم يكون اكبر من 6 سنين،
وان تقييم ايرلين هيبقى الذكاء اللفظي السمعي اقل من الذكاء الغير لفظي البصري. ولو كان تقييم ده تقييم معالجه سمعيه مركزيه، لو تقييم ايرلين هيبقى العكس، هيبقى البصري هو الاقل. هطلع لكم تقرير واوريكم هو عامل ازاي. بصوا يا جماعه، ده تقرير لبنوته عندها 8 سنين. بص، من المفترض تحويل البنت اللي عمل تقييم ايرلين، بمعنى ان البنت تعاني من عدم قدره الدماغ على معالجه المعلومات المرئيه او البصريه المركزيه وبيفسرها بطريقه خاطئه، وذلك سوف يوضحه التقييم. التحويل بناء على ايه؟ عمر البنت اكبر من 6 سنين، ادي استوفت الشروط. درجه اختبار الذكاء الكلي اعلى من 80، هي جايبه تقريبا 96 او 93 حاجه زي كده. درجه اختبار الغير لفظي اللي هو البصري اقل من درجه اختبار الغير لفظي البصري، اللي اقل من درجه اختبار اللفظي السمعي بفرق 26 د. 26 دقيقة. ادي استوفت ال3 شروط، البنت دي هتروح تعمل تقييم ايرلين. لكن لو استوفت الشرطين دول 2 و3 وكان عمر الطفل عمر البنت اقل من 6 سنين، مش هيتعمل لها تقييم. طب احنا بنشتغل على كده ازاي؟ هنرجع زي دي بقى اللي هي الاساسيه بالنسبه لي. سيتم تطبيق كل انشطه الادراك والانتباه والذاكره السمعيه بشكل مكثف. ليه؟ لان الطفل ما عداش 6 سنين عشان احوله ليعمل تقييم معالجه سمعيه مركزيه. فده الاساس بالنسبه لي بقى. دي مهمه جدا يا جماعه. اختبار الذكاء، الاخصائيين الشاطرين اللي بيعملوا اختبار ذكاء لما خدوش بالهم من النقطه دي كويس، صدقوني يا جماعه بتفرق جدا 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 جدا. او ممكن الطفل ولي الامر يروح بالطفل او الطفل او البنت او الولد يروح يعمل تقييم معالجه سمعيه مركزيه او تقييم ايرلين ويطلع الطفل سليم، مفيش اي مشكله، احنا اطمنا ان الجانب العضوي سليم. يعني من المفترض، يعني وارد ان تظهر لنا الحاجات دي في الاختبار وتروحي الطفل ولي الامر يعمل الاختبار ويطلع التقييم سليم ما فيهوش اي حاجه، خلاص مش مشكله يا جماعه. اي نعم ماشي، بس اسمها اطمئنان. احنا اطمنا ان الولد او البنت او الطفل او الولد والبنت اللي فوق 6 سنين ما عندهمش جانب عضوي، فاحنا عادي كده 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 شغالين جلساتنا عادي جدا. الجلسات بتاعتنا التوصيات بتاعتها احنا شغالين فيها عادي جدا، فمش هيكون فيها اي تقصير. طيب الطفل اللي هو اقل من 6 سنين هشتغل زي ما انا قلت كده، هشتغل كل ما له علاقه بالسمعي، ذاكره وادراك وانتباه وتداعي واغلاق سمعي. وصدها الناحيه التانيه لو كان عنده مشكله والجزء التاني اللي خاص لو كان بصري هشتغل برضه على كل ما له علاقه بالادراك والانتباه والذاكره والاغلاق البصري. فهي على حسب المشكله بتاعت الطفل، سواء كان ده او ده انا هشتغل عليه في الجلسات. يعني الجلسات بتبقى ثابته زي ما هي، ما فيهاش اي اختلاف ولا فيها اي مشكله. لكن الاساس بالنسبه لي التقييم. والله ولي الامر راح عمل التقييم اطمن كان بها، والله طلع عنده مشكله هنشتغل اصلا في الجلسات الجزء اللي له علاقه بالسمعي اللي هي المعالجه السمعيه المركزيه. يعني بيبقى ليها جلسه اللي بيبقى المفروض ان الطفل بيتدرب عليها في البيت وفي الجلسه، وقصادها الجنب التاني في البصري هو بيبقى مديلهم ورق معين يكتبوا عليه، او يعني زي غلاف معين بلاستيك كده بدرجات الوان معينه وسمك معين بيحطوا على الكتابه او على الصوره عشان يقرا كويس او يشوف الصوره تبقى واضحه كويس. في كلتا الحالتين بيبقوا ماشيين معانا في الجلسات زي ما هي. يعني الجلسات ما بتقفش، الجلسات بتفضل مستمره وبنشتغل عليها لمده تقريبا 6 شهور، وبنيجي نعمل تقييم تاني ونشوف الوضع وصل لغايه فين، ايه اللي اتحسن وايه اللي ما اتحسنش وايه اللي ثابت، الهدف ثابت في مكانه ما فيش اي تغيير فيه. بس ده بالمختصر ان دي كانت معلومه مهمه جدا. اتمنى ان الكل يكون استفاد منها. وخدوا بالكم من اختبارات الذكاء اللي بتجيلكم، هي دي بتظهر في اختبار ذكاء ستانفورد بنيه نسخه دكتور ابو النيل. بصراحه ما اعرفش بتظهر في نسخه دكتور صفوت فرج ولا لا، بصراحه يعني انا ما اعرفش، بس دي بتظهر في نسخه دكتور ابو النيل. النقطه دي من الحاجات المهمه برضه.